ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكيكة من غير بيض ومن غير لبن، ان شاء الله هشة وجميلة جدا وبمقادير بسيطة جدا في كل بيت. يلا بينا نخش بقى على الطريقة. انا المقادير بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة في الكيكة الجميلة ديت. هنا معايا 3 كوبايات دقيق هننزل بيهم، طبعا انا نخلاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كوباية تانية، ومعايا هنا كوباية سكر بودرة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، الكوباية اللي هي الصغيرة دي كده. بسم الله. معلقتين كاكاو كبار، معلش بس المعلقة كانت ناقصة شوية. معلقة بيكنج باودر برضو كبيرة، ورشة قرفة. القرفة على فكرة بتديها طعم جميل جدا، يعني هتدوقوا الكيكة دي هتعجبكم جدا. حاجة بسيطة كده من الملح. هنقلب بقى كل المكونات الجافة دي كده مع بعضها بالشكل ده كده، نقلبهم. هننزل بقى بكوباية مية، ومعانا نص كوباية كمان، وهننزل بكوباية الزيت. نقلب بقى الخليط بتاعنا كده بسم الله. وبكده ده كده خليط الكيكة من غير بيض ومن غير بتاع دوت لبن ولا زبادي ولا الكلام ده. هننزل بنص كوباية، ننزل بقى بنص كوباية مية كمان عشان ايه نقلب الكيكة بتاعتنا. وكده انا حطيت 3 كوبايات الا الحبة دول، يعني الا ربع. 3 كوبايات مية الا ربع عشان تبقى المقادير مظبوطة معاكي وتبقى ناجحة معاكي ما شاء الله. القوام بتاع الكيكة روعة. شايفين القوام؟ انا عايزة القوام ده اهو. شايفين الفتلة اللي بتنزل دي بالشكل ده اهو. هناك بدهنة زيت او دهنة سمنة الموجود عندك ادهني بيه. بسم الله. هننزل بالخليط بتاعنا بسم الله كده بالشكل الجميل ده، وهننزل بقى ننزل كل كمية العجينة بتاعتنا بتاعت الكيكة دي كده، مش عايزين نسيب اي حاجة. ريحة القرفة ما شاء الله روعة جدا، وعلى فكرة في الطعم ممتازة جدا، وعن تجربة هتعمليها وهتدعيلي. وما شاء الله اقتصادية جدا. لو اول مرة بقى بتشوفوني بقى ما تنسيش اللايك لو وصلت معايا لحد كده في الفيديو، لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كيكة ممتازة كده. خلاص كده نزلنا بكل العجين بتاعنا. نمسك البايركس كده بالراحة عشان لو في اي هوا في كده يبقى كده تمام. هندخلها على فرن 180 درجة، هنقعدها ان شاء الله كده يعني 25 دقيقة، وهنختبرها بقى بالخلة او بشوكة. لو لقيناها استوت يبقى تمام، لو لسه يبقى ايه هنسيبها اقصى حاجة 30 دقيقة كده. هنزل فيها بمعلقتين مية، دي معلقة وادي التانية، معلقة زيت. هنا عندي شوكولاتة اللي هي الخام دي، عندك شوكولاتة بقى بني بيضة المتاح عندك. طبعا انا مولعة النار هادية جدا.
هنسيح بقى الشوكولاته دي اللي هنزين بيها الكيكه بتاعتنا الجميله اللي احنا عملناها. وكده الصوص بتاعنا ما شاء الله سايح اهو. ده يعني دي شوكولاته خام وانا سيحتها بالطريقه السهله جدا ديت. عندك شوكولاته بني، شوكولاته النوع دوت اللي هو الابيض عادي، كل واحد جميل. هنكمل بقى مع بعض ونحطها على الكيكه. هننزل بقى بالصوص بتاعنا اللي هو الشوكولاته اللي احنا سيحناها دي الجميله دي، ونحاول نوزعها. اي شوكولاته عندك، او ممكن تعملي الصوص العادي بتاعنا اللي هو اللبن والزيت بس الشوكولاته الخام تبقى طعمها احلى. المتاح عندك اعمليه يعني. بنحاول بقى نوزع الشوكولاته بتاعتنا اللي احنا سيحناها كده، نغطي بيها كل الكيكه بتاعتنا الجميله دي كده بالشكل الجميل ده. وده شكل الكيكه يا حبايبي بعد ما قطعناها وحطيناها في طبق التقديم. بصوا قد ايه هي طريه ما شاء الله. بصوا هايشه ازاي، جميله روعه وسهله جدا ومقادير بسيطه. ولو اول مره بتشوفيني بقى كده ما تنسيش لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.